سلام سلام. في هذا الفيديو غنخدمو شنيك بالعجينه ديال لابغيوش. غادي نحاولوا نورقوه ولكن ماشي بداك الطريقه الصحيحه اللي كنورقوا بها الفينوازغي. المهم هنا غادي نحتاج الدقيق، درت تقريبا واحد 700 غرام، زدت معاه سكر سنيده، 4 كاس الزبده مذوبه، بيضه، غندير ساشي ديال الفاني وغادي ندير الملحه، غنزيد حتى شويه ديال الفاني بودر، وغنزيد واحد راس معلقه صغير ديال الميكسو المحسن، تقدروا تضيفوه او ما تضيفوش. هنا غناخذ واحد 2 معالق كبار صغارين ديال الخميره، وغنحاول نطلقهم في الحليب ومن بعد نضيف هادشي كامل ونعجن، ولا بقى ناقصني شويه الماء كنزيد الماء. بالنسبه اللي عنده العجانه يديرها في العجانه كتساعدك حيت هي خصها تعجن شويه بزايد. صافي من بعد ما غنعجنها غنديرها في واحد البلاستيكه وغادي نحطها حتى تخمر وترتاح ليا العجينه مزيان. هنا من بعد ما خمرت العجينه وارتاحت وخدات الوقت ديالها غادي نحاول نرش الطحين وغادي نطلق بالدلاك. غناخذ واحد 100 غرام ديال الزبده ديال التوراق. كيف قلت لكم الطريقه صحيحه ديال الفينواز صغيره كنوزنوا العجينه والثلث ديالها هو زبده، يعني هذه غير بحالي باغيين نديروهم على بريوش ولكن يجينا بحال شويش مورق. صافي غادي نبدا كندير الفويطاج ديالي، كندير اول تور كنديروه سامبل كيف كتشوفوا هكذا سامبل، كنخليوها ترتاح ومن بعد كنوليو نطلقوا ثاني تور كيكونوا دوبل بحال الطريقه اللي غادي تشوفوا. الا ما بغيتوش ديروا هذه الطريقه تقدروا تعجنوا غير العجينه ديالكم وديروا لها داك الزبده وتخليوها ترتاح مزيان، ومن بعد تطلقوها عاديه كيف غنطلقها من بعد كيف غادي تشوفوا منين غنقطع هادو، وديروا لها لا كريم ديالكم وتروليوها وتقطعوا لي شنيك هكذا غادي تكونوا سهلتوا عليكم. يعني تقدروا تعجنوا العجينه ومنين ترتاح تطلقوها بحال هكذا، تفرقوا العجينه وتطلقوها بحال هكذا كل كره بوحدها. هنا درت كريم باتيسير، غيبان لكم اللون ديالو شويه مبدل حيت درت له البخاليني، درت فيه البخاليني وهنا قطعت الزبيب من بعد ما فزكتو قطعتو وزدتو، اولا تقدروا ديروا لي بيبيت شوكولا. صافي غادي نروليه ونحطهم شويه في الكونجيلاتور حتى نسالي لي تور ديالي كاملين، لي هادوك ديالي كاملين لي بودان. من بعد الطريقه باش نقطعهم تجينا ساهله وما يعوجوناش، كتاخدي واحد الخيط وكتبقاي دوزيه من التحت وتعكسيه وتقطعيهم. غنديرهم في اللاطه يخمروا، بعد ما يخمروا غادي ندهنهم بشويه ديال البيض مع الخل، داك الخل كيحيد لنا السفوريه وكندخلهم يطيبوا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. نتلاقى معكم في فيديو جديد مع وصفات جديده ان شاء الله. من هنا الفوق يكون وصفات اللي هما 100% باتيسري. الناس اللي تستافد معنا مرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تابوناو عندي في القناه. الله وليا في راسكم.